السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ده البوتاجاز. بوتاجازي ده جديد، بقاله 7 او 8 شهور، بقاله 8 شهور. عملت بيه، عملت الحيطه اللي فوق البوتاجاز والشباك، حبيت اعرفكم يعني. المهم، انا كنت بستعمل سيترس في بوتاجازي القديم. واحده حبيبتي وروح قلبي قالت لي هاتي لاستر، وفعلا لاستر او اروع واحلى مليون مره. ده منظر البوتاجاز. انا شلت العيون، شوفوا منظر العين من جوه الاول ازاي، وانا برش لسه السيترس. اللاستر، خدوا بالكم من منظر العين. تمام، عشان هنتكلم بعدين. خدوا بالكم من منظر العيون كلها عامه وانا برش لاستر. اوكي. مفيش 5 دقايق وقمت جايبه سلكه وقمت دعكه. بسيط. بقول لكم هنا ان هو روعه روعه روعه، مجرد ما بمشي بالسلكه من غير دعك جامد، من على الوش كده بس كله بيروح وبيطلع. احلى من سترس مليون مره. قلت الله جميل، ده انا ناقص ابوسه لاستر ده. ب70 جنيه الازازه اللي قدامكم اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي. المهم قلت خلاص، لا لدعك البوتاجازات بعد كده بقى، وانا ما عدتش هتعب نفسي. ولاستر بخ بخ، خلاص الموضوع هيروح. المهم، كل ما ارش على عين واسيبها واروح لعين تانية اعملها عامة اللاستر يعمل شغل على العين اللي انا رشيتها، واجي اعملها الاقيها تنضف اكتر. تنضف اكتر. كل ما عين تنضف اكتر واجي ارش عليها تاني الاقيها مطلعه كميه اوساخ رهيبه. انتوا هتتابعوا معايا دلوقتي، كل عين ارش عليها وابين لكم انها خلصت، واجي احط تاني الاقي اوساخ اكتر واكتر. الاوساخ دي كلها جايه منين؟ مش عارفه. وانتوا بتتابعوا بقى، حابه اتكلم معاكم كلمتين. متشكره جدا 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 على مشاهدات فيديو امبارح اللي بتكلم فيه عن اول 30 صفحه من كتاب التوفير. شكرا لكل صابع ضغط على لايك. شوفوا منظر العين من جوه عامل ازاي قبل ما انضف، خدوا بالكم. شكرا لكل صابع ضغط على لايك. شكرا لكل واحدة عملت مشاركة للفيديو. الحمد لله الفيديو رائع، وانا بعترف ان هو احسن فيديو عندي على القناة حتى الان، وباذن الله يبقى بداية فيديوهات احلى واحلى واحلى وتعجبكم اكتر. ان شاء الله بكرة الساعة 8:30 ال30 صفحة اللي عليهم دور من نفس الكتاب. استنوني وتابعوا ان شاء الله. الفيديو الجاي هيبقى اقوى واقوى، لان الكتاب لسه في اوله، وكل ما نمشي في الصفح بتاعته كل ما هنعرف نوفر اكتر او نتعمق في الموضوع اكتر. يلا نبص بقى على البوتاجاز. كنت مبسوطة صراحة. هنا كان في بعض الاماكن طبعا السلكة ما وصلتلهاش، كنت هجيب العين. على فكرة خدوا بالكم، العين الوسطانية اتغيرت شوية، لونها اتغير سنة. كل ده انا معتقدة انها بتنضف بقى، بتنضف. المهم، الحاجات اللي ناقصه دي قلت هرش تاني، واجيب بقى فرشه بشعر ألمونيا خفيف كده. شوفوا المنظر. وابدا ان انا ادخل في الاماكن الضيقه دي واعمل بالفرشه. شوفوا الاتساخات قد ايه. انا قلت يا لهوي، هو انا للدرجه دي؟ لا، انا ست مش كويسه، مش نظيفه مش نظيفه مش نظيفه. المنظر اللي عامل قدامكم ده يقول ان انا اخي جدا جدا، وما عادش هسيبه يوصل للوضع ده اصلا. باذن الله لازم يوميا العيون تتعمل من جوه ومن بره ومن كل الاماكن. كنت منبهرة منبهرة بصراحة بكمية الأوساخ اللي خارجة، بإن الدنيا بتنضف وكله جميل. بالرغم من إن الفرشة دي حلوة وجميلة وبتدخل في الأماكن الضيقة، إلا إنها في أماكن ما بتوصلهاش. يعني حتة اللي لفة ده اهي لفوق، مش عارفة أوصل لها. حتى هتلاحظوا أنا عمالة ألف الفرشة وأعوجها هنا شوية وأعوجها هنا شوية، عشان خاطر أعرف إن أنا أجيب كل الأماكن على قد ما أقدر يعني. العين دي شوفوا هعملها قدامكم وهتشوفوا نضفت وبقت جميلة. ورشيت تاني بعدها زي التأكيد، الاقي كمية فوران وكمية اتساخات تانية بتطلع. الاتساخات دي التانية بتطلع منين؟ طب ما خلاص، برضو مفيش فايدة. انا اعتقد ان لو دخلت دلوقتي بعد ما البوتاجاز كله خلص هلاقي كده. ايه رأيكم في منظر العين؟ في اتساخات اهي على الجناب، تمام، بس في نفس الوقت العين لونها عمال يغير شوية بشوية. رشيت تاني، شوفوا المنظر تاني. شوفوا الفوران طلع الاتساخات من جوه لبره ازاي. العيون بتنضف، بس في نفس الوقت الوانها بتتغير من جوه، لونها بيتغير. ليه بقى؟ ليه؟ انا عرفت ان الاستر بيستعمل للستانلس فقط، ما يستعملش للبلاستيك ولا للالومنيوم. ايه رايكم في منظر العين دي؟ باظت. العين باظت. العين كلها باظت، بس دي الاقوى لانها باينه اكتر.
هو بيستعمل للستانلس لكن ما يستعملش للبلاستيك ولا الالومنيا. يبدو ان العيون عندي طلعت الومنيا. الاماكن اللي جوه ده هي باظت. البوتاجاز نضيف وجميل. باركولي على نظافه البوتاجاز وغطوني وصوتوا بقى على العيون اللي باظت وعرفوني اعمل ايه، اقدر ارجع بيها زي الاول ولا كده خلاص. وخصوصا العين الوسطانيه دي اكتر واحده حرقه لي دم. هوريكم كان منظر العين عامل ازاي. شايفين القطعه الالومنيا اللي تحت القطعه السوداء بتاعت العين؟ شايفين الالومنيا كان اللون ده كان بيلمع كده. وكنت ناويه اعمل كمان القطعه دي. لما لقيت المنظر قلت والله ما انا عاملاها. مستنيه ردكم ونصيحتكم اعمل ايه. يلا واسيبكم اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.